السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، الا وهو الكوليكشن داتا تايب. جميل. طيب، خلي بالك انت سمعت مني قبل كده في بداية البلاي ليست دي عن حاجة اسمها الداتا تايب، وقلت لك الداتا تايب دي عبارة عن ايه او بتعبر عن ايه؟ شكل القيم اللي هتخزنها او هتحطها في المتغير بتاعك. يعني ايه؟ زي ما قلنا، يعني انا مثلا عندي متغير، والله انا عارف ان انا هخزن في المتغير ده قيمه شكلها ارقام، فكنت بحط ايه؟ ان. عارف ان انا هحط قيمه فيها ارقام واحيانا ممكن يبقى فيها كسور، فكنت بحط دبل. مثلا عارف ان انا هعمل متغير واحط في قيمه تكست او نص، فكنت بحط سترينج. اهو الدبل والانت والنم والسترينج والحاجات دي اسمهم داتا تايب، ولكن مش داتا تايب بس، اسمهم بريماتيف داتا تايب. يبقى تاني، دول اسمهم ايه؟ بريماتيف داتا تايب. يعني ايه بريماتيف داتا تايب؟ يعني دي انواع بيانات ما اقدرش اخزن فيها الا قيمه واحده بس. يبقى انا عندي امكانيه فقط ان اعمل متغير بياخد قيمه شكلها انت، واخزن فيه قيمه واحده بس 25. طيب، برضه هكذا عندي متغير string اسمه name، ما اقدرش اخزن فيه الا قيمه واحده بس اللي هي احمد. يبقى تاني، ده اسمه البريماتيف داتا تايب، ما اقدرش اخزن الا قيمه واحده بس. يعني انا هل ينفع ان انا اجي هنا واقول له انا عايز اخزن 25 وعايز اخزن مثلا 50؟ يقول لك لا. ليه يا عم؟ لان انت مستخدم انت، والانت دي داتا تايب من النوع بريماتيف. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش اخزن الا قيمه واحده بس. فانت حضرتك لما تيجي تحط لي قيمه كمان انا هقول لك لا، مش انا النوع ده. تمام. طيب، النوع الثاني اسمه الكوليكشن داتا تايب، اللي هو موضوعنا النهارده اسمه ايه؟ الكوليكشن داتا تايب. خلي بالك انت لو جيت ترجمتها نصيا كده، كلمه كوليكشن دي يعني مجموعه. كوليكشن داتا تايب بتعني ان انت تقدر تخزن اكتر من قيمه في متغير واحد. يبقى تاني، البريمتيف داتا تايب اللي هي كانت الانت والسترنج والدبل والنم والبوليان والحاجات دي كلها اللي احنا ذكرناها في البداية، دول اسمهم بريماتيف داتا تايب. يعني ما اقدرش اخزن الا قيمة واحدة بس. ما اقدرش زي ما انا شفنا قبل كده، ما اقدرش ان انا اجي هنا واقول له اضيف قيمة، يقول لك لا. اما الكوليكشن داتا تايب دي من خلالها اقدر اخزن مجموعة من القيم في متغير واحد فقط. تمام. يبقى دي الفرق بين مين؟ بين الاثنين. طيب، زي ما في البريمتيف داتا تايب عندي الانت وعندي الدبل وعندي النم وعندي السترينج وعندي البوليان، عندي برضه في الكوليكشن داتا تايب عندي حاجه اسمها ليست، عندي حاجه اسمها set، عندي حاجه اسمها ايه؟ ماب. دول انواع الكوليكشن داتا تايب. كلهم الثلاثه دول كلهم بيخزنوا اكتر من قيمه او مجموعه قيم في متغير واحد، ولكن كل واحده ليها استخدامها وليها المهمة بتاعتها. ولكن خلينا متفقين ان التلاتة مأجمعين ان هم بيخزنوا مجموعة من البيانات او مجموعة من القيم في متغير واحد. اللي هيختلف بينهم طريقة التخزين وطريقة الايه؟ الحصول، او ان انت تجيب المتغير ده او ان انت تطبع المتغير ده. ان شاء الله هنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل، ونوضح امتى نستخدمها، وهنوضح الفروقات اللي بينهم. وإن شاء الله هنضرب أمثلة كتير جدا بحيث إن أنت تكون مدرك تماما لأي مثال أو أي كيس أو أي حالة قدامك، تكون عارف أنت هتستخدم أنهي واحدة فيهم.
شاء الله الفيديو الجاي هنبدأ بأول نوع عندنا اللي هو مين؟ اللي هو الليست. استناك الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.